في ليلة رأس السنة، الليلة اللي كلنا بنستناها عشان نحتفل، ننسى الهموم ونفتكر الحب. بس الليلة دي كانت مختلفة بكل تفاصيلها ومليانة مفاجآت، ضيوف مش متوقعين، ومواقف خلتني أراجع نفسي وأحمد ربنا على كل لحظة عشتها. أنا رنا، ودي حكايتي مع جوزي في ليلة ما تنسيش. أنا رنا، عندي 29 سنة، متجوزة بقالنا 10 سنين، وحياتي مع جوزي بعتبرها نعمة من ربنا. بنتين وولد وبيت مليان حب، ضحك ومواقف بتفضل محفورة في الذاكرة. وليلة رأس السنة دي تحديداً إحنا بنحتفل بيها كل سنة لوحدنا بطريقتنا الخاصة. مش لازم سفر أو خروجة فخمة، إحنا بنعمل اليوم ده كأنه عيد صغير لينا إحنا الاتنين. نجهز البيت، نزينه، ونعمل أكل بيحبه جوزي. بس السنة دي الليلة بدأت بشكل مختلف. جوزي رجع من الشغل وفتح الباب ومعاه صاحبه المقرب. اتصدمت، مش لأني مش بحب صاحبه، لا بالعكس، ده إنسان محترم، بس الليلة دي إحنا دايماً بنقضيها لوحدنا. سألته باستغراب، قال لي صاحبي متخانق مع مراته، حالته النفسية تعبانة وخفت يعمل حاجة يندم عليها، فجبته معايا شوية لحد ما الدنيا تهدى. بصراحة اتأثرت بكلامه ودخلت غيرت لبسي وطلعت أرحب بيه. قعدنا شوية، جوزي طلب مني أكلم مراته عشان أهديها، خصوصاً إن المشاكل بينهم زادت الفترة دي. كلمتها وحاولت أهديها وأقلعتها تيجي تقعد معانا شوية، وفعلاً بعتلها السواق وجت. لكن للأسف لما وصلت ابتدت الخناقة بينهم قدامنا، وأنا وجوزي كنا بنحاول نهدي الموقف بكل الطرق. كنت حاسة إن الليلة بتضيع مننا، لكن قلت يمكن ربنا كاتب لنا أجر في الإصلاح بين اتنين. جوزي فضل يضحك ويهزر وقال لصاحبه بص، الليلة دي كانت المفروض ليا أنا ومراتي، بس إن شاء الله نطلع منها بحاجة كويسة، أهم حاجة إنكم ترجعوا لبعض على خير. بعد شوية الأمور هديت وقعدنا نتكلم مع بعض بصراحة، ومراته كانت بتقول قد إيه هي تعبت وبتحاول، وأنا حاولت أديها شوية نصايح من قلبي، من واحدة بتحب بيتها وجوزها لواحدة نفسها تعيش في سلام مع شريكها. المهم اليوم خلص، افتكرته هيعدي كده وخلاص، بس فجأة لقيت جوزي مجهز لي مفاجأة صغيرة، هدية بسيطة بس المعنى اللي فيها كان كبير قوي. اتأثرت جدا وحسيت إن رغم الزحمة اللي حصلت حوالينا إحنا لسه قادرين نحافظ على لحظتنا سوا. الحب مش دايما وردي، ومش لازم كل لحظة تبقى مثالية، لكن المهم إنك تحافظ على اللي بينك وبين شريكك حتى وسط الدوشة والزعل والمفاجآت اللي ملهاش ميعاد. ودايما كنت بقول لو كل واحدة قدرت تفهم جوزها وتحافظ على بيتها وتعدي الحاجات الصغيرة، بيتها هيبقى جنة. ودي كانت حكايتي مع جوزي ليلة رأس السنة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان لسه عندي حكايات أكتر ليكم. تابعوني واستنوني في القصة الجاية. باي باي.